السلام عليكم. في يوم 10/2/2025 وعلى بعد خطوات بسيطة من اسم أول المحلة الكبرى محافظة الغربية تقوم خناقة قوية في الشارع وبيتلم عليها أهل المنطقة كلها، لكن فجأة كل حاجة بتقف، حتى الصراخات والزعيق وكل اللي بيحصل كل حاجة وقفت، لأن في اللحظة دي بتقع جثة في الأرض غرقانة في دمها. ومن هنا بدأت كوارث حقيقية، لأن الشخص اللي مات ده مش شخص عادي. علشان تفهم ايه اللي حصل ومين اللي مات ده شوف معايا الموضوع من اوله. الحكاية بدأت في منطقة البندر في المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وتحديدا عند أكبر محل المأكولات البحرية والأسماك واسمه محل مرجان. والحقيقة إن صاحب المحل ده اسمه الحاج مجدي مرجان، واللي كان من عيلة مرجان الشهيرة في المحلة الكبرى. والحاج مجدي كان عنده محلات كتيرة جدا ومطاعم وكافيهات منتشرة في محافظة الغربية كلها، مش في المحلة الكبرى بس. والحقيقة إن عم مجدي كان معروف عنه إن هو راجل طيب ومعاملته كويسة مع الناس وما كانش بيحب يأذي حد. ولما أولاد عم مجدي كبروا كل واحد فيهم مسك محل من محلات مرجان، لحد ما جه الدور على ابنه الصغير احمد، واللي كان شاب صغير وعنده 23 سنه. والصراحه احمد كان اخلاقه كويسه جدا وكان جميل جدا مع الناس، وكان كل اهل المحله بيتكلموا عن اخلاقه وتدينه، وعلشان كده احمد كان محبوب بين الكل. واحمد لما جه يشتغل في محلات مرجان ابوه قال له ان هو عايز يفتح فرع جديد للمطاعم بتاعته، فطلب من ابنه ان هو يدور له على المكان المناسب علشان يفتح فيه الفرع الجديد. وفعلا احمد بيفضل فتره يقعد يدور على المكان المناسب اللي هم يفتحوا فيه الفرع، لحد ما بيلاقي موقع حيوي في شارع رئيسي، وهي قاعة افراح كبيرة جدا في شارع 23 يوليو في المحلة. والقاعة دي جنب النادي بتاع 23 يوليو والمستشفى كمان. وساعتها فكر احمد ان المكان ده هو المكان المناسب للفرع الجديد بتاعهم، وساعتها قال لابوه على طول عشان يروحوا يتكلموا مع الراجل صاحب الارض. وهنا كانت المشكلة الحقيقية. صاحب الارض او المكان ده كان مرحب جدا بعيلة الحاج مرجان، لكن المشكلة الحقيقية كان هو اللي مأجر منه المكان اللي عامله قاعة أفراح. والراجل ده اسمه محمد سعد المهيلي وعنده 47 سنة وبيشتغل مدرس في معهد فني. والحقيقة ان الراجل ده معروف عنه ان هو بتاع مشاكل، حتى كمان في المدرسة اللي هو شغال فيها معروف ان هو اخلاقه مش كويس، وكمان بيعمل خلافات كتير. والمفروض ان محمد سعد مأجر الارض دي من 15 سنة علشان يعمل فيها قاعة الافراح والكافيتيريا بتاعت 23 يوليو، على ان العقد ده المفروض ينتهي في شهر سبتمبر 2024، والمفروض ان هو خلاص هيفضي المكان ده ويسيبه ويمشي. بس المشكلة انه رفض يخلي المكان ده وفضل قاعد فيه، بالرغم ان صاحب الارض كان معترض ان هو لسه موجود فيها، والمفروض ان هو اتكلم معاه بالذوق كتير وبالعافية وبرضه مفيش فايدة. علشان كده راح عمل شكوى ضد محمد سعد في المحكمة، وطبعا المحكمة حكمت بطرد محمد سعد من الارض، لكن هو برضه مرضاش يمشي، وكان كل شويه يعمل مشاكل وبيتخانق مع الناس وعامل فيها بلطجه. بس صاحب الارض قال لمرجان واولاده ان هو موافق ان هو يديهم الارض، بس المشكله ان محمد سعد مش عايز يخرج منها، طبعا لان الحاج مرجان وعيلته واولاده من اعيان المحله الكبرى ما كانوش بيخافوا من حد ولا بيحبوا يؤذوا حد، وكانوا برضه مش بتوع مشاكل ولا بتوع زعيق. علشان كده بيروحوا يتكلموا بالذوق مع محمد سعد علشان يخلي الارض، علشان هما دلوقتي بقوا مؤجرينها، لكن بيتفاجئوا برد فعل محمد اللي كلها بلطجه وقله ذوق، وبيقول لهم ان هو مش هيخرج من الارض دي ومش هيسيبها. ساعتها بيقرر الحاج مرجان وعيلته انهم طالما ماشيين بالاصول وهو مرضاش بالموضوع فخلاص يبداوا يشتغلوا في الارض ويحولوا قاعة الافراح دي للمطعم الجديد بتاعهم. وساعتها محمد سعد بيقرر ان هو ما يسيبش عيلة مرجان في حالها، وكان كل يوم بيعمل مشاكل مع العمال اللي شغالين في الارض او مع اي حد من عيلة مرجان، وكان بيضايقهم عشان يبعدوا عن المكان، وكان كل مرة بيعمل مشاكل معاهم وبيتخانق، وكانت الاهالي بتيجي وتفض الخناقة دي، لكن هو برضه مصمم ان هو يتخانق معاهم. المهم ان الخناقات دي بتفضل مستمرة لشهور طويلة، وتقريبا كده الناس اتعودت على الموضوع ده. لكن في يوم بتقوم خناقة قوية ما بين الطرفين، وساعتها الناس بتتدخل عشان تفضها، وبيعملوا جلسة عرفية كبيرة بيحضرها أكبر عائلات في المحلة الكبرى وعائلة مرجان كلها علشان يحلوا الموضوع ده بشكل نهائي. وساعتها بالرغم ان الحق مع عائلة مرجان، لكنهم كانوا بيرادوا محمد سعد عن القاعة بتاعته ويحاولوا يعوضوه لانه كده شغله وقف. لكن في الواقع ان القاعة دي ما كانتش بتحقق اي مكسب، لان كان سمعته وحشة والمعروف عنه ان هو بتاع مشاكل، وقليل جدا اللي كانوا بيتعاملوا معاه في القاعة دي. المهم انهم بيقولوا ان هو هيعوضوه ماديا على الخسارة دي، بالرغم ان هم مالهمش ذنب، لكن عشان العطل وقف الشغل اللي هو بيقول عليها اصلا. وساعتها محمد بيقول لهم ان هو ممكن يخلي المكان كله بس بشرط
يدفعوا له نص مليون جنيه. وطبعا المبلغ ده كان كبير جدا، وهم اصلا عاملين الموضوع ده علشان يرضوه ويحلوا المشاكل دي نهائي. لكن من هنا لهنا قدروا ان هم يوصلوا المبلغ ل 400 الف جنيه. المهم ان هم اتفقوا خلاص ان هو هياخد 400 الف جنيه. النص الاولاني وهو 200 الف جنيه هياخده قدام الناس كلها، وده يعتبر ربط كلام علشان يخلي مكان، وده يعتبر بداية اتفاق السلام ما بينهم هما الاتنين. والنص التاني ياخده لما يخلي المكان كله. وبيوافق محمد سعد على الكلام ده، وفعلا الكلام ده بيتم في الجلسة العرفية قدام الناس كلها. لكن للأسف بعد ما أخد النص الأولاني اللي هو 200 ألف جنيه قال لهم إن هو مش هيخلي المكان ومش هيديهم فلوس، ده كمان بيرجع يعمل لهم مشاكل من اول وجديد. بس يظهر كده ان المره دي بيقرر ان هو يأذيهم بجد. وفي يوم 8/2/2025 بتقوم خناقه قويه بين عيله مرجان ومحمد سعد والرجاله البلطجيه اللي كان بيأجرهم، وكالعاده بتنتهي الخناقه بالضرب والكلام والناس بتفضها. بس ساعتها عيلة مرجان بيقرروا ان هم هياخدوا الارض منه. لكن في يوم 10/2 بتكون نهاية كل حاجة، لان في اليوم ده محمد سعد بيقرر ان هو يروح يعمل خناقة زي كل يوم، وبياخد المسدس بتاعه معاه، وبياخد كمان 2 3 بلطجية من اللي كان بيأجر، وبياخد توك توك لحد كافيتيريا مرجان اللي موجودة في شارع البندر، وبيقعد على ترابيزة هو وصاحبه ويفضلوا ياكلوا ويشربوا. وفي الاخر ما بيرضوش يدفعوا الحساب، وبيعملوا مشكلة مع الموظفين اللي شغالين في الكافيتيريا، وبيفضل يضرب فيهم بالكراسي ويكسر في الكافيتيريا، وبيطلع المسدس بتاعه وبيروح على مكتب المدير اللي المفروض من عيلة مرجان. وفعلا بيلاقي احمد مرجان واخوه وصاحبه عمر الهواري موجودين في المكتب وبيتكلموا. ساعتها محمد بيضرب عليهم نار من مسدسه، فبيتصاب عمر الهواري صاحب احمد مرجان وبياخد رصاصة في كتفه وبيقع غرقان في دمه، فبيطلبوا ليه الاسعاف على طول. لكن للاسف احمد كمان بياخد رصاصة في رجله. وساعتها محمد بيفضل يضرب نار من مسدسه علشان يخوف الكل، وكان اللي بيقف في طريقه كان بيهدده بالمسدس بتاعه علشان يقدر يهرب منهم قبل ما يمسكوه. لكن بالرغم ان احمد متصاب في رجله والدم عمال بينزل منه، فضل يجري ورا محمد علشان يمسكه والبوليس يقبض عليه. وفي نفس الوقت محمد كان بيجري في الشارع وماسك المسدس بتاعه، واي حد كان بيقف في طريقه كان بيهدده بيه. والمفروض ان التوك توك كان مستنيه على اول الشارع، ولكنهم كانوا قريبين جدا من اسم اول المحل. لكن الضابط بيطلب من التوك توك ان هو يركن بعيد وما يقفش في المكان ده. طبعا محمد لما بيطلع لاول الشارع وهو بيجري وبيحاول يهرب ما بيلاقيش التوك توك واقف في مكانه. لكن ساعتها الناس كلها بتتجمع على اللي بيحصل، والستات بتفضل تصرخ، والناس كانوا بيجوا من كل اتجاه علشان يوقفوا محمد سعد، اللي وقتها بيلاقي التوك توك واقف بعيد شويه وهو بيحاول يوصله. لكن قبل ما يوصل له بيقدر احمد يمسكه اخيرا، بس طبعا وقتها مش بيهتم ان هو ماسك مسدس وعمال يهدد في الناس، لان احمد ما كانش خايف منه وعايز يضربه ويمسكه علشان يسلمه للبوليس. وللاسف ساعتها محمد حاول ان هو يهدد احمد بالمسدس بتاعه، ولما لقى خلاص ان هو مفيش مفر ضرب احمد طلقتين في صدره، ووقتها احمد بيقع غرقان في دمه. وساعتها ضباط الشرطه اللي في القسم جم وقدروا يمسكوا محمد، وبيطلبوا الاسعاف بسرعه علشان ينقذوا احمد. لكن للاسف اول ما بيوصل المستشفى والدكاتره بتشوفه بتقول ان هو خلاص مات وفات الاوان، فبينقلوه على المشرحه وهو لسه في العشرينات من عمره وبيخسر حياته ومستقبله. اما صديقه بقى عمر هواري فحالته خطيره لان اصابته قويه جدا، ولحد دلوقتي لسه بيتعالج من الاصابات. لكن اصابته الاكبر كانت في خساره صديق عمره احمد مرجان، وبيتعمل لاحمد مرجان جنازه بيحضرها كل اهل الغربيه. لكن دلوقتي يا عزيزي المشاهد، تفتكر الموضوع ده كان ممكن يتحل بطريقه مختلفه من البدايه بدل النهايه البشعه دي؟ عايزك تقول لنا رايك دلوقتي في التعليقات، ولو وصلت لحد هنا ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناه. واشوفكم الفيديو الجاي، سلام.